مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره ثانيه واول فقراتنا على الهواء مباشره، ويسعد صباحكم في اليوم 12 من شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين. تعودتم مع بدايات هذا الشهر ان احنا اقترحنا او قدمنا لكم فقره جديده بتحمل عنوان لو كنت وزير. هذه الفقرة يمكن بنحمل بعض ضيوفنا من الشباب مسؤولية أحد الوزارات، بيتحدثوا عن أهم المشكلات التي تواجه هذه الوزارات، وأيضا بيقدموا مقترحات للنهوض بهذه الوزارات من خلال حكومة موازية بتقدم هذا المقترح وبتقدم المشكلة وأوجه الحل، والهدف في النهاية هو الوصول بمصر للشكل الأفضل في المستقبل، خاصة بعد ثورة 25 من يناير. بيسعدنا ان يكون معنا فقره لو كنت وزير الاستاذ كريم الزيادي وزير السياحه. اهلا بك معانا ويسعد صباحك، كل سنه وانت طيب. اهلا بك. تهاني كتير قوي. اهلا بك. يسعد صباحك يا كريم ومنورنا ومشرفنا. ويمكن وزاره السياحه واحده من الحقائب الوزاريه الثقيله زي ما بيقولوا، لان قطاع السياحه بيواجهه العديد من المشكلات يمكن في الفتره الاخيره، يمكن اهمها يعني عوده السياحه مره اخرى او محاوله عوده السياحه مره اخرى. ولكن في البداية سر اختيارك لهذه الوزارة أو لهذه الحقيبة الوزارية؟ والله أنا رأيي أن السياحة تعتبر من أهم مصادر الدخل لمصر، إن عشان الآثار اللي موجودة عندنا، الأماكن السياحية الكتير، عدد السياح الكتير اللي بيجوا للبلد، أعتقد إن ده بيكون أكبر دخل لمصر. فاحنا يمكن في الوقت ده محتاجين ان احنا نفتح هذا الملف، او انت بالذات اتجهت الى هذه الحقيبه لانك شايف ممكن يكون عندك مقترحات لحل وعشان طبيعه شغلي كمان. وعشان طبيعه شغلك. انت طبيعه شغلك في مجال السياحه؟ شغال في شركه سياحه، تعتبر قطاع عام يعني تبع وزاره الاستثمار. طيب نتكلم في المشكلات واقتراحات الحل، ولا نتكلم في الحل؟ يعني هو انا عندي اقتراحات كده بسيطه، وعندي فكرتين او 3 افكار اعتقد انها ممكن تكون سبب ان عجله السياحه ترجع تاني. تحب نبتدي منين؟ هو حابب المقترحات. انا حاسس هو حابب المقترحات. طيب يعني في اقتراح كده انا بقدمه، ان نعمل زي احتفاليه كبيره تحت سفح الهرم، ندعو فيه وزراء السياحه لاكثر دول مصدره سياحه لمصر. بيشارك شباب الثوره في الاحتفاليه ديت، انهم بيرسموا اللوحات اللي زي اللي رسموها في الشوارع، بيبقى في ترحيب بيهم، مثلا من بدايه نص شارع الهرم لحد جوه الهرم نفسه بيتعمل زي الستيج او المسرح اللي مكان فيه الاحتفاليه، بيتحوط كلها بلوح ترحيبيه بيهم. بيتم عرض فيديوهات عن انجازات الثوره، بيتم عرض فيديوهات عن انواع السياحه عشان اقدر اجذب السائح لمصر، واقول له لا خلاص احنا العجله رجعت تاني، الامن موجود، وبدليل الوزراء بتوعكم موجودين عندنا هنا في مصر ومفيش اي امن، مفيش اي قلق. طب ليه ما نروحش من سفح الهرم نروح لميدان التحرير، على اساس هو كان يعني مركز الثوره، وهو دلوقتي بقى ليه سمعه عالميه، يعني اي مسؤول من اي دوله بيجي يقول لك لازم ازور ميدان التحرير. جميل. انا بعد ما اعمل الخطوه الاولانيه ديت في خطوه ثانيه، عندنا هيئه تنشيط السياحه ليها مكاتب تابعه للقنصليه المصريه في معظم دول العالم. انا ممكن برضو اعمل احتفاليات صغيره كده في كل دوله من دول، في كل مكتب سياحي لمصر. في مكتب السياحه مثلا في دوله زي اليونان، بدعو مكتب السياحه اللي هناك انه يعمل حفله كبيره بيدعو فيها المواطنين بتوع الدوله، بيدعو فيها شركات السياحه الكبرى، وبطلب منه انه يعمل برنامج سياحي انه ينزل بيه مصر الفتره اللي جايه دي، ومن ضمن البرنامج ممكن احط فيه ميدان التحرير. تعرف يا كريم، يمكن انا شايف فكره ان احنا ندعو الوكلاء السياحيين او مسؤولي السياحه والوزراء السياحيين في الدول المصدره للسياحه مصر، هي الفكره مش جديده تماما، ولكن يمكن يكون الاختلاف في التفاصيل، اختلاف في طريقه الاحتفال، المكان، في الرساله اللي انت عاوز توصلها، المكان والوزراء، لان يعني المواطن العادي اللي في اي دوله من دول لما يلاقي الوزير بتاعه نفسه والسفير بتاعه في الدول دي موجود في الهرم وفي امن، ما انا عشان كده بقول لك وراح ورجع بسلام. الاختلاف في المضمون هذه المره، الاختلاف في مضمون الرساله، انت بتحاول توصل مضمون امني ان هناك امن واستقرار في هذه المرحله، وبناء عليه اللي عاوز يجي. برضه اختيار سفح الهرم انا شايف ان هو برضه اختيار محترم جدا، لان انت جمعت ما بين من التحرير وننتهي في سفح الهرم. ايه المشكله يعني؟ شوف يا استطلاع لامن قد ايه، تعمل زي ماراثون طويل كده تبقى صعبه قوي يعني. هو المكان افضل عشان حتى التامين يبقى افضل. طب ايه المقترح الثاني؟ الثالث بقى، الثالث، لان هو الثاني كان بتاع المكاتب السياحيه في الخارج. في شركات عندنا كتير في مصر هنا ليها شركات قطاع عام، مالكه فنادق من اكبر الفنادق في مصر. انا مش عايز اذكر اسامي الفنادق دي، بس المشكله ان الفنادق دي تابعه لوزاره الاستثمار. فانا بقترح ان الشركات بالفنادق اللي تبعها او اللي هي مالكاها تتحول تبعياتها لوزاره السياحه، علشان الدخل بتاعها يتم يجي لوزاره السياحه، ويقدر يصرف على تطوير المناطق السياحيه والاثريه
بشكل افضل من دلوقتي، لان انا شايف ان معظم الاماكن السياحيه مش مطوره، يعني عايز شويه اهتمام اكتر من كده، فانا عايز مصدر دخل لده. شفنا بره مصر، شفنا بره مصر من وقت للتاني المتاحف واسلوب العرض، وممكن يبقى الاثار اللي موجوده في الخارج قليله العدد جدا، في حين انت عندك هنا في مصر يمكن عشان في اهتمام بيها، في اهتمام بيها اسلوب العرض بالظبط. اسلوب العرض بالتالي احنا محتاجين جزئيه اسلوب العرض في الفتره اللي جايه. تمام. في بعض المشكلات اللي موجوده او اللي ظهرت بعد الثوره، مشكله الامن، فاعتقد ان ممكن نعملها حل بسيط كده، ان احنا ننشط السياحه الداخليه، ودي كانت مبادره عملتها احد الاحزاب، وكان تم الاتصال اكتر من مره مع الوزير، وللاسف ما استجابش. حتى حصل 3 مكالمات بالظبط تقريبا، وما كانش في استجابه لدوت. بنطلب منهم انهم يساندونا في اللي يساندوا الحزب ويساندوا الشباب اللي هم دعوا انهم هيتولوا تامين الاماكن ديت، وهيوفروا من جهدهم ومالهم علشان يرجعوا الامن، وعشان ينظموا رحلات تروج السياحه الداخليه، رحلات هتزود ثقافه الشباب اللي طالعين او الناس المواطنين المصريين اللي طالعين الرحلات ديت، وفي نفس الوقت هتدي دعم لقطاع السياحه. طب كريم، قبل ما ننهي حوارنا معاك والقناه معاك، بس عايزين برضو بما انك بتعمل في مجال السياحه ويعني في السوق زي ما بيتقال، وايدك في التعامل اليومي مع عالم السياحه المصريه، انا عايز اعرف دلوقتي احوال السياحه ايه في مصر دلوقتي حالا. يعني احنا يعني سمعنا من فتره قريبه ان في 15,000 سائح راحوا شرم الشيخ بشكل مفاجئ وبشكل اعتبرناه طفره في هذه الاجواء وفي الوضع الحالي. هل بالفعل السياحه داخل القاهره، داخل المقاصد السياحيه المختلفه في مصر ابتدت تنتعش؟ هو السياحه ابتدت ترجع تاني، وخصوصا كمان بعد قرار نقل الرئيس السابق من شرم الشيخ، لان اعتقد ان كان وجوده في شرم الشيخ كان بيسبب قلق كبير جدا للسائح اللي عايز ينزل لشرم. ما اعتقدش ان لو حد يفكر مليون مره قبل ما يروح المكان ده. طب في حاجه بس صغيره برضو عايز اضيفها، ان في العديد من المعاهد الخاصه بتاخد تصريحات بانشاء المعاهد ديت علشان الثانويه العامه والمجاميع وكده، بتاخد مجاميع المرتبطه بالسياحه. فالمعاهد الخاصه دي بتطلع عدد كبير من المشاهدين السياحيين ما عندهمش القدره وما عندهمش الكفاءه انهم يشتغلوا الوظيفه ديت. ويتبقى نقطة أخيرة قبل بس ما نقفل في 30 ثانية، يعني جزئية السعر بالنسبة للسائح المصري. يعني احنا في حالة غياب السياحة الأجنبية بيكون اتجاهنا مباشرة للسياحة الداخلية أو السائح المصري. دايما هناك جابة في السعر ما بين السعر المقدم للمصريين والمقدم للأجانب اللي جايين من الخارج. بالتالي لو قدرنا نتغلب على الجزئية ديت يبقى دي فعلا مشكلة. وفي حاجة برضو إن معظم شركات السياحة بتتصارع إنها تنزل الأسعار عشان تجذب السياح أكتر، وبالتالي بتحاول إنها تعوضها من خلال المشاهدين السياحيين، انها بتضغط عليهم انهم يعملوا برامج اضافيه واماكن اضافيه، وبتفرض عليهم بعض المحلات عشان يشتروا منها مقابل مقابل يعني جزء مادي زياده او ربح منهم، يعني هم بيتربحوا من حاجه زي كده. فاعتقد ان دي برضه بتاثر على السياحه. كريم الزيادي وزير السياحه في فقره لو كنت وزير، الفقره يمكن احنا استحدثناها معاكم مع بدايه شهر رمضان الكريم. نشكرك على وجودك معنا النهارده وبالتوفيق الدائم ان شاء الله. نورت كريم، يسعد صباحك. مشاهدينا نطلع معاكم للفاصل ونرجع نكمل فقراتنا النهارده، ويسعد صباحكم.